السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، معاكم هالة حافظ ادمن جروب ماجيك هاند كرافت الاشغال اليدوية. والنهارده ميعادنا مع فيديو البطانة للشنطة الجميلة اللي احنا عملناها سوا مع بعض، الشنطة ديجراديه اللي احنا عملناها مع بعض اهي. الشنطة دي احنا خلصناها على الفيديوهين اللي فاتوا، وقلت لكم ان احنا هنعمل فيديو البطانة بشكل منفصل. بصوا حبايبي، مبدئيا كده انا ما ينفعش ابدا اعمل البطانه من غير ما اكون الشنطه عندي خالصه. يبقى لازم اعمل بطانه تكون الشنطه خالصه تماما، لان انا كل تصميمي للباترون بتاع البطانه بيبقى معتمد على الشنطه الفعليه. تمام. طيب، البطانه هنا انا اخترت لكم الخامه دي، الخامه اللي هي او اللي انا بشتغل بيها الحقيقه هي الخامه عامله زي الشموزات كده اهي، ومن ورا شكلها ورقي يعني زي الفازلين كده شويه. انا بشتري المتر بتاعها بحوالي من 12 ل 15 جنيه. بشتريه منين؟ من بتوع الجلود. بشتري بقول بطانه شنط عامله زي القطيفه كده، خلاص، او الشموزات. تمام. هي رخيصه جدا، ما يعني وبسيطه جدا. القماشه عرضها متر ونص، ومتاحه في كل تقريبا المحلات اللي عندنا في اسكندريه. يعني مش بلاقيها في حته وحته، لا، موجوده في كل المحلات الحقيقه. ممكن بس تلاقي الوان هنا ما تلاقيهاش هنا وهكذا. طيب، انا حبايبي هوريكم ازاي دلوقتي نقص بطانه الشنطه. بصوا، اول حاجه ان انا اللي ما استغناش عنه في القصه دي هي المزوره، ودي اهم حاجه اللي انا هشتغل عليها النهارده. بصوا حبايبي، ده اول حاجه هقصها في الشنطه كلها، اللي هي الجزء بتاع القاعده. القاعده بتاعتنا دي كده، انا كل الحكايه، انا كل قص يا جماعه وشغلي على ظهر القماشه، ظهر القماشه اللي هي الجزء اللي عامل شبه الفازلين ده. خلاص. طيب، بحط قاعده الشنطه كده اهو، اهي شايفين قاعدة الشنطة، وبقعد اعلم على القماشة كده داير ما يدور، وانا سايبة سنتي سنتي ونص حوالين الايه القاعدة. خلاص. يبقى انا اول حاجة بقصها بقص القاعدة. ازاي؟ بحط القاعدة الجلد بتاعتي دي اهي، اهي، بحطها على القماشة، وبلف داير ما يدور بالماركة بتاعتي او بقلم او باي حاجة. بس هنا يا جماعة البطاين دي بيبان عليها الماركر اللي هو بتاع الخياطة اللي شبه الطباشير، اللي شبه الطباشير مش هيبان عليها قوي القلم الرصاص او قلم جاف. ممكن قلم فلوماستر، بس انا مش حابه عشان ما يبوظش الدنيا. فممكن اللي ما عندهاش تجيب الطباشير بتاع المدرسه، طباشير المدرسه. انا سايبه هنا مسافه سنتي سنتي ونص. خلاص. انا كده قصيت ايه القاعده دي من غير مزوره ولا اي حاجه، القاعده على القاعده. وبعدين هطبق القاعده كده على 4 كده، واسويها كويس. وبعمل علامات التنصيص، علامات التنصيص بالماركه، يعني مقصوصه هنا النص كده بالايه بالعرض، والنص بالطول. مهم قوي الكلام اللي انا بقوله، انا برسم على الظهر واروح عامله ماركه هنا. يا جماعه احنا بناخد خياطه بشكل ايه؟ بشكل دقيق. انا عارفه ان الموضوع دوت بالنسبه لكم ممكن يكون في صعب الناس، بس انا بحاول اسهل لكم الفكره جدا عشان تظبطوا بطاين الشنط اللي شكلها مختلف او مش معتاد، اللي شكلها مش مستطيل. يبقى اول حاجه بعمل شكل القاعده، وبعمل هنا علامه 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 علامه. بقى انا عاملاهم هنا الاربعه، اسمها عندنا كده في الخياطه اسمها تكه مقص، اسمها تكه مقص. بعمل كده اهي، واروح عامله علامه 7. بصوا كده، قصه هنا كده علامه 7، وهنا نفس الوضع برضو، نفس العلامه على النص الطويل او العريض اهي، اهي شايفينها اهي. خلاص. انا كده خلصت القاعده بتاعتي. طيب، بالراحه كده انا هجيب بقى المزوره بتاعتي، مزوره اهي، وهبتدي اقيس المسافه دي اللي هي مقدار النص بتاع الشنطه، نص الشنطه بالظبط، نص قاعده الشنطه. هقيسها بالظبط بالمزوره كده اهي، وهشوفها هتطلع كام معايا. طالعه معايا حوالي 41 سنتي، 41 سنتي. يبقى نص القاعده بتاعتي دورانها عباره عن 41 سنتي. هجيب الشنطه نفسها وهقيس الشنطة من فوق لتحت، يعني هقيس الشنطة من أول القاعدة لغاية فوق. أنا هفك هنا خالص، لازم دي تبقى إيه؟ سايبة خالص، عشان أنا هقيس أبعاد كلها. تمام كده؟ تمام. يبقى أنا عرفت هنا إن الدوران، نص الدوران بتاع القاعدة عبارة عن 41 سنتي. هقيس من أول ما أنا هبطن، من أول ما هبطن ده فين؟ من بعد العروة، لأن ما ينفعش يا جماعة أبطن فوق العروة.
ما ينفعش ابطن فوق العروه، لازم البطانه تبقى تحت العروه اللي انا عاملاها ومدككه فيها خيط اللاسيه الروماني. يبقى من هنا لغايه هنا من غير ما اشد، ببقى مريحه ايدي خالص، حوالي 30 سنتي تقريبا، حوالي ايه 30 سنتي. يبقى خدت الدوران نص الدوران 41، والارتفاع هنا عباره عن كام 30 سنتي. خلاص. احنا ملاحظين ان الشنطه بتاعتنا هنا عشان غرزه ورقات الشجر من تحت بومبيه واسع ومن هنا ضيق، من الجزء اللي فوق ده ضيق، يبقى لازم اعرف الجزء اللي فوق ده كام بالظبط. كده النص بتاعه عبارة عن 28 سنتي، أو نقول مثلا 28 سنتي، 28 سنتي أو 29 سنتي أهي. ده النص بتاع الجزء الفوقاني. يبقى تحت 41 وفوق كام 29، نقول 30، خليها 30 ونظبطها في المكنة، خليها 30. يبقى الفرق بالظبط بين الاتنين 11 سنتي. خلينا فاكرين القصة دي كويس، أنا بتكلم على نص الشنطة. بمنتهى البساطة هجيب القماش بتاعي على طبقتين، الوش مقابل الوش، يعني الوش هنا واللي بره هنا عندي ده الظهر، هقص قطعتين فوق بعض، القطعتين فوق بعض على شكل مستطيل، شكل مستطيل. الله، طب ما انت قلتي فوق الشنطة ضيقة ومن تحت واسعة. لا، اعملوا بس زي ما بقول لكم كده، هنعملها على شكل مستطيل. قاعدة المستطيل اللي هي عبارة عن 41، وهسيب كمان سنتي وسنتي خياطة، 41 وهسيبها سنتي وسنتي ايه خياطة. والارتفاع هنا عندي هاخد انا 30 اهو، هاخد ازود هخليه عبارة عن 34، هعمل حساب السنتي الخياطة اللي فوق والتانية اللي انا هعملها من تحت والتانية اللي انا هعملها من فوق. خلاص. يبقى تاني انا عملت مستطيل طوله من تحت هنا قد نص قاعدة الشنطة مع سنتي وسنتي خياطة، وهنا بعمل الارتفاع معاه زيادة 4 سنتي تقريبا. خلاص تمام كده. خلاص تمام. هاجي اجيب المقص وهتني بالشكل ده كده بالراحة، وهعمل ايه، هعمل تكة مقص عند نص الايه الشنطة بالظبط اللي انا قلت لكم عليها، زي البوزة الشنطة كده، ومن تحت نفس الوضع، وهعمل تكة عند البوزة كده عشان اعلم بس مكان التركيبات. مهم قوي اللي انا هعمله ده. خلاص تمام كده. تمام. بعد كده هعمل ايه، بعد كده هعمل لو انا عايزه اعمل جيوب، اعمل الجيوب ازاي. الجيوب عباره عن نوعين من الجيوب. النوع الاولاني هو عباره، او انا بعمل ايه، بعمل قطعه مستطيله زي دي، بقسمها اتنين، بتبقى عباره عن جيبين من غير سوسته، عباره عن قطعه مستطيله كده بالطول والعرض اللي انتوا عايزينه. انا عامله الصافي بتاعها انا كده، بصوا مكناها يا دوبك بس ايه، مكناها على المكنه عشان اختصر الوقت. اهو عبارة عن كام؟ عبارة عن 24 سنتي في 15 ونص تقريبا او 16 سنتي. ده الجيب اللي انا هقسمه بالطول عشان يديني جيبين داخليين من غير ما يكون فيهم سوسته. طيب لو انا عايزه اعمل جيب بسوسته، انا برضو بعمل جيب بسوسته. بعمل الجيب بسوسته جيب زي ده كده، واحد زي ده، وبعمل فوقيه شريط زي ده اهم كده. انا هشيل لكم دي عشان تشوفوا انا هركب السوسته ازاي. بعمل ازاي الجيب اللي بسوسته، بعمل قطعتين متحوطين كل واحده بسنتي خياطه، يعني ده عباره عن 23 في ارتفاع 14، وده برضو 23 في ارتفاع 3 سنتي، عباره عن قطعتين بس انا عامله حساب الخياطات ومخيطاهم. هعمل ايه يا جماعه، هركب هنا السوسته اهي، سوسته 20 سنتي. انا ما لقيتش سوسته لونها كحلي، فاستخدمت سوسته عندي لونها ايه، لونها جراي غامق، عاطي نفس ايحاء بالظبط الكحلي. تمام. انا هثبت لكم طبعا بالدبابيس، لان انا مش هقدر اشغل المكنه، زاويه المكنه يا جماعه مش بتبان في التصوير خالص، بالطريقه اللي انا بصور بيها مش هتبان المكنه معايا خالص، فمش هتشوفوني، مش هتسمعوا غير دوشه المكنه بس. فخليني اوريكم بالدبابيس وكل واحده تعمل بايدها اللي هي هتعمله. اقرب لكم سنه صغيره كده عشان بس تشوفوني اكثر دقه يعني. وبعدين اروح حاطه الناحيه، كل الحكايه خدت الحته الرفيعه دبستها من السوسته لطشي من فوق كده، والحته العريضه بنفس الطريقه. تمام. السوسته بتاعتي يا جماعه بتتفتح من الشمال لليمين،
في قواعد خلي بالنا مهمة جدا في موضوع التركيبات، تخلي بالنا. الطريقة دي أنا بعمل لكم أبسط طريقة لتركيب السوستة. في طرق تانية اسمها السوستة المخفية أو السوستة اللي بعروة، أنا هديها لكم مرة تانية، بس يا جماعة دي محتاجة دقة شوية ومحتاجة لازم تكون معانا المكنة. أما أظبط طريقة التصوير بالمكنة هعملها لكم بإذن الله مع شغل الخياطة. خلاص، هتلاقوا كده دلوقتي كده أهو اتركبت معايا السوستة بمنتهى البساطة أهي. السوستة اهي بتفتح وتقفل. خلاص، انا كده خلصت الجبل بتاع السوستة. تمام. اهم حاجة عندي بقى، كل حاجة هعملها لازم احدد فيها علامة النص. ليه يا جماعة هعدد علامة النص في كل حاجة؟ عشان ده اللي هيخليني اركب كل حاجة في مكانها مظبوطة من غير ما اتلخبط. انتوا طبعا ممكن تحسوا ايه الكلام الكتير ده. انتوا لو عايزين بقى عشان تحترفوا، انا وعدتكم باحتراف في شغل الشنط، فكده عشان تبقوا تمام التمام. خلاص، يبقى انا كده خلصت، عملت علامة فوق وعملت علامة تحت بالدبوس، وكمان الجيب الصغير اللي هو او الجيب اللي هو من غير سوستة برضو هعمل فيه نفس العلامتين، دبوس ودبوس، عشان اوريكم دلوقتي هنركب الكلام ده ازاي. خلاص، دلوقتي يا جماعه انا عندي دلوقتي القطعتين اللي انا قصهم اللي اتفقنا عليهم، عرض قاعده نص عرض قاعده الشنطه والارتفاع بتاع الشنطه. انا هاخد قطعه قطعه منهم، هعتبر واحده وش وواحده ظهر. ايه اللي يفرق؟ ما يفرقش حاجه غير تركيب الجيوب. انا هنا بسيب حوالي 5 سم وبركب اول جيب. تمام اهو. ادي فرق معايا يا جماعه علامات النص. بصوا حته السبعه دي باينه لكم جدا دلوقتي في التصوير، بثبتها مع علامه ايه؟ بثبتها مع العلامه بتاعه الدبوس وهدبس. سهله جدا جدا، مفيش اي حاجه. طبعا الجيب ده يا جماعه هركبه من 3 جوانب بس، الجانب اللي فوق هسيبه، وهركب كمان من الجانب اللي في النص ده هعمل خط خياطه. تمام كده سهل. ادي اول جيب، ركبنا اول جيب في الشنطه. خلاص كده خلصنا الجيب الاولاني. استنوا كده. تمام خلاص. هاخد القاعده التانيه او سوري الوش التاني من الشنطه، هركب عليه الجيب السوسته اهو. فعلى نفس المسافه ال5 سم اللي انا سايباها فوق او اكتر شويه اهو، ومظبطه الدبوس موازي بالظبط للعلامه بتاعت نص هنا، وده موازي لتحت اهو. اقربه لكم خالص، ده موازي للعلامه هنا وده موازي للعلامه هنا. هنا استحاله تطلع معاكي جيوب معوجه، بقول لكم استحاله، لو انت مظبطه دول استحاله تطلع معاكي الجيوب معوجه. انا هنا بحط بس دبابيس عشان وانا بخيط على المكنه. خلاص، طبعا كل ده المفروض يكون متمكن الاول، السوسته متمكنه قبل ما اعمل الحركه دي عشان تطلع معايا الدنيا مظبوطه. خلاص، انا كده عملت ايه؟ انا كده ركبت الجيب بتاع السوسته وركبت الجيب اللي هو من غير سوسته. المفروض همكن دول كده بالمكنه واعمل هنا كمان العلامه دي. تمام، ونفس الوضع هنا. خلاص، دول المفروض بعد ما اخلصهم وامكنهم تماما هعمل ايه؟ هاخد الوشين، احط الوش ده كده والوش التاني ده في وشه كده اهو، وهبتدي اخيط. هخيط فين؟ هخيط الجنبين بس. تعالوا كده نخيطهم مع بعض، هنعمل الدبابيس ان هما الخياطه اهو. تمام لغايه الاخر. تمام كده، واخد الناحيه التانيه اهي بنفس المسافه، وهبتدي امكن الشنطه من الجنب التاني. خلاص، تمام كده زي الفل اهو اهو. يبقى كده انا عملت الشنطه بحيث لما افتح الشنطه كده بالمنظر ده تشوفي هنا هو ادي الجيب اللي بسوسته وادي الجيب العادي. شايفيني كده كويس اهو. خلاص تمام. بعد كده بعمل ايه حبايبي؟ بعد كده بعمل ايه؟ بجيب بقى القاعده بتاعتي. شايفين القاعده بتاعتي اهي اللي انا لسه قصاها. هجيب الشنطه كده وهجيب القاعده وهخلي وش القاعده لجوه ناحيه الشنطه، وكل اللي هعمله ان انا هبتدي اركب في العلامات. هبتدي اركب فين؟ في العلامات. كل علامه اهي، دي العلامه اهي، هركبها في اللي قصادها.
اهي بصوا كده اهي، وانا عامله علامه الخياطه بتاعتي اهي اهي، وهرجع هنا الناحيه التانيه هعمل اللي زيها. ركزوا معايا، الموضوع سهل جدا 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 اهو. وادي اللي زيها اهي، السبعه على السبعه اهي، شايفينها اهي، واروح مدبساها. وكمان في الجناب، بتاعه الجناب متعلمه في قاعده الشنطه، وفي الشنطه نفسها متعلمه اللي هي مكان الخياطه. مش هو ده جنب الشنطه؟ انا الخياطه اهي اهي، افتحها كده من بعضها واركب فيها دبوس. طبعا انا بركب بالدبابيس كمان، خلي بالكم قبل ما اخيط، لان انا ما بعرفش اخيط غير كده عشان الدنيا تبقى مظبوطه. في ناس بتحب تسرج، بس الناس اللي بتشتغل خياطه كتير بتعمل ايه؟ بتحب تستخدم الدبابيس وتشيلها ساعه المكنه. بصوا حبايبي، انا ابتدي بقى على الدوران بتاعها كده اشبكهم في بعض مكان الخياطه اهو اهو. هوريكم دلوقتي شكل الشنطه، سهله جدا جدا اهو. طبعا اهي الناحيه التانيه، اثبت دي كمان الناحية التانية، خياطة على خياطة، أو خياطة الجنب بتاع الشنطة على الزاوية اللي أنا عاملاها في القاعدة. يا رب يكون الدنيا سهلة ومتشافة معاكم كويس. خلاص أهي أهو، تمام كده. وكمان أكمل أهو. ومرة كمان الجنب الرابع والأخير أو التالت ده أهو. خلي بالنا أبقى مرتاحة خالص خالص وأنا بركب أهو. أكمل خلاص تمام أهي. بصوا كده، أنا كده عملت قاعدة الشنطة خلاص اهي. هوريها لكم من جوه، هبعد بقى هي انتوا شايفينها كده كويس اهي. شايفين القاعده اهي متركبه من جوه كويس ازاي اهي. المفروض كل ده يشتغل بالمكنه، كل ده هشتغله بايه؟ بالمكنه، منساش كل ده شغل مكنه. تمام. طيب احل ازاي بقى ان الجزء اللي تحت واسع واللي فوق ضيق؟ هعمل كالونه. يعني ايه هعمل كالونه؟ فاكرين الفرق اللي انا قلت لكم عليه بين فوق وتحت؟ هعمل بمقداره الكالونه. انا في كل حته كان فرق معايا 10 سنتي، هنزل كده لغايه نص الشنطه وهقف. همكن هنا لغايه نص الشنطه وهقف، وهنا كمان لغايه نص الشنطه وهقف اهو. تمام كده، الجزء ده والجزء ده. هلاقي الشنطه بقت من فوق ضيقه ومن جوه من تحت واسعه بالوسع بتاعها اهو. اهو شايفين؟ من فوق ضيقه لكن من جوه بصوا وسع جامد جدا من جوه اهو. اهي اهي كده شايفاها اكتر، الزاويه جايه اكتر اهي. اهي كده في وسع. كده يا جماعه انا خلصت قاعده الشنطه خالص، كده خلصتها وخلصت البطانه كامله. كل الحكايه بتني بقى الزياده دي كده وبعملها على المكنه كده، الزياده اللي انا سايباها من فوق بعملها على المكنه داير ما يدور كلها، وافتح الكالونه. بس طبعا خلي بالكم انا عامله بدبابيس، لازم افتح الكالونه كده من النص وبعدين اتني. خلي بالي انا مش عايزه اكسر الدبابيس، بس اتني كله لجوه اهو. لجوه ايه؟ لجوه الشنطه، مش لجوه عندي في البطانه اهو. تبقى التانيه كده وبدي بنطه مكنه هنا. خلاص. انا همكن الاخضر بقى، البطانه الخضراء الخاصه بالشنطه بتاعتنا، وهرجع لكم تاني اوريها لكم بعد ما خلصتها خياطه خالص. يبقى انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت البطانه بقى الخضراء بتاعتنا اللي هي الخاصه بالشنطه اللي احنا شغالينها مع بعض على الفيديو اهي. اهي شايفين الشكل هنا اهو. ادي الجيبين اهمت، الجيبين اهم اهم.
انا بحب الجيوب كده اهي، وهوريكم الناحيه بتاعت السوسته اهي. تمام تمام كده. طيب هثبت بقى البطانه في الشنطه ازاي؟ عايزه بقى شويه تركيز كده، عشان انا ليا طريقه كده في تركيب البطاين عشان البطانه ما تتحركش. ركزوا معايا. ادي الشنطه بتاعتي اهي. خلاص هفتح الشنطه لاخرها. تمام. انا عايزه السوسته فين؟ السوسته يا جماعه بتبقى مش في الناحيه اللي فيها الرباط، السوسته بتبقى في الناحيه اللي هنا اللي جوه. يبقى هظبط بحيث ان السوسته بتاعتي تبقى في الحته اللي جوه. هطلع، بصوا بقى، هطلع قاعده الشنطه خالص. ركزوا بقى معايا خالص في اللي انا هقوله ده اهو. طبعا دي كروشيه ومعموله سهله اهو، مش هيحصل حاجه خالص معايا لما انا اقلبها بالمنظر ده، اكني قلبت الشنطه على ظهرها. هجيب البطانه وهعمل ايه؟ همسك البطانه وهظبطها بالظبط على الشنطه عشان هلقطها لقط داخلي. في ناس بتحب تعملها بالابره سوري، باللزق الشمع. اللي عايزه تعملها لزق شمع براحتك، بس عمرها ما هتكون بالمتانه اللي احنا هنعمل بيها دلوقتي الشنطه. اهو النص بتاع القاعده اهو. بصوا انا بعمل ايه؟ انا بدبس قاعده الشنطه من الحرف بعد الخياطه في الجزء بتاع الشنطه. الكلام ده بعمله ليه؟ بعمله عشان تفضل القاعده بتاعتي مشدوده طول الوقت وما تطلعش. ما ينفعش كده وانا ماسكه الشنطه الاقي القلب بتاعها طلع. خلاص ركزوا معايا حلوين، عشان احنا خلاص قربنا نخلص. انا كده بعمل التثبيت النهائي لقاعده الشنطه. خلاص اهو. شايفيني انا بعمل ايه؟ البطانه من ظهرها والشنطه من ظهرها بثبتهم مع بعض. يا جماعه والله انا معلش مش عايزاكم تستثقلوا الموضوع ده، بس ده لو عايزين تحترفوا فعلا شغل الشنط ليها تريكات وحاجات نظافه لازم تبقى موجوده معاكم. هتشوفوها دلوقتي وتتاكدوا من الكلام اللي انا بقوله. كده انا خلصت التثبيت. هعمل ايه؟ بابره وفتله يا جماعه، اي ابره وفتله من نفس لون الشنطه، وهلقط الكروشيه اللي متثبت على القاعده هنا مع دي بابره وفتله. انا هعتبر نفسي طبعا عشان وقت الفيديو ان انا ثبتهم. هبتدي بقى اعمل ايه؟ اقلب الشنطه تاني، ارجع الشنطه لوضعها الاصلي. انا كده اكني مكنتهم خلاص. بصوا كده معايا، بصوا كده معايا اهي. بصوا الشنطه اهي، بصوا اهي. بصوا بقى الشنطه من جوه. بصوا انا عايزه بس ايه اوسع لكم التصوير. بصوا الشنطه من جوه قعدتها ثابته، شايفينها؟ دي ما بتتحركش، ما بتقبليش لبره. تمام تمام. بصوا حبايبي، انا هنا مكان السوسته اهو زي ما قلت لكم اهي، ومن هنا مكان الجيوب. قبل بعمل اي حاجه خالص في الشنطه لازم يا حبايبي اركب الجناب بتاعتي، الجناب اللي هي دي، فاكرينها؟ طيب كل جنب معاه قطعه معدن بتتركب فيه كده. بس انا مش هينفع اعمل ده من غير، فاكرين قطعتين الفوم دول؟ هما دول اللي انا عايزاهم. هعمل كده، هضغط كده، اعمل بس مكان، وبالمقص هخرم. دول وظيفتهم ايه؟ دول وظيفتهم يدعموا الشنطه وما يخلوش الخيط يمط معايا عشان ما يتقطعش. انا عملت علامات اهو وخرمت خرمين جنب الشنطه من هنا وهنا. هو ده الجنب اللي انا هركب فيه الايد. بصوا كده، من هنا ومن هنا، من تحت الحبل ده ومن تحت الحبل ده. كل اللي هعمله هاجي هنا من جوه من تحت شويه كده. انا البطانه هتوصل لي لغايه هنا اهو، وهقص الزياده دي خلاص، والزياده دي كمان ما تلزمنيش. خلاص هعمل ايه حبايبي؟ هدخل من هنا من نص المسافه بالظبط اهو كده، او انزل سنه كمان صغيره. بصوا ادخلت الجنب بتاعي هنا بالطول، وبعدين ادخل الجزء ده اللي هو بتاع البورو، وبعدين هدخل ده.
يقفل لجوه يا لبره، يقفل لجوه يا لبره براحتي. بصوا كده الشكل اهو. وبقى عندي الجزء ده جامد جدا جدا جدا. هعمل الناحيه التانيه ذا سيم بالظبط. هقص ده وده الزياده ملهوش لازمه عندي اهو. هبقى هجيب برضو جنبين هنا اهو. انا مركبه هنا بعد تاني واحده يبقى زيها بالظبط، بعد تاني واحده اهو في نفس المكان في النص اهو. تمام. هجيب حته البورو. والله يا جماعه انا بقول لكم كل التريكات اللي انا بعملها في الشغل اهي. يقفلهم الشوكتين دول يا لجوه يا لبره براحتي. انا بحس ان الجوه كده أأمن وامتن. بصوا اهو. الكلام ده بعمله امتى؟ بعمله خلي بالي قبل ما اثبت البطانه. اجي بقى عند البطانه واعملها من تحت، من تحت الحبل الروماني، وهبتدي اثبت البطانه. هثبت الاول الجناب بتوعي اهو كده. اهم حاجه عشان تطلع الجناب او الشنطه مظبوطه بثبت الجناب الاول اهو. الجنب قصاد الجنب بالظبط، والباقي بثبته بالراحه اهو بالابره والفتله المفروض طبعا. بس دايما دايما حاولي تدبسي الاول، دبسي وبعدين اعملي خياطه. انا بحس ان الموضوع ده امن جدا من اي حاجه تانية اهو. كده خلصت ناحيه، هعمل الناحيه التانية بالظبط زيها اهو. على فكره دي كمان كان ينفع لها البطانه تبقى كحلي على فكره، يعني انا مش حاساها ان في اختلاف قوي بين الاتنين، بس يعني ايه، خلينا الاخضر افضل. وكمان كويس انها فاتحه عشان تبان لكم في الشغل. تمام اهو. شايفين ان انا ايه بعد ما تنيتها وركبت الجنبين وبعدين البطانه اتقفلت. ده شكل البطانه بعد التركيب اهو. حلوه جدا جدا اهو. بشد اهو كده. اولا هتلاقوا بعد تركيب البطانه الدنيا بيس خالص، الدنيا اثبت كتير والشنطه واقفه لوحدها. وهبتدي اعمل الفيونكه هنا. خلي بالنا انا هنا في الاخر عامله وردتين شكلهم لطيف قوي، حاطه في النص كريستاليه، ده في اخر الحبل الروماني. عايزه تعمليهم كده، عايزه تعملي شراشيب براحتك خلاص. بعد كده حبايبي بجيب الدراع الكروس بتاعي وبركبه. هركبه منين؟ من تحت الحبل الروماني اهو. والناحيه التانيه نفس الوضع كده. يبقى احنا خلصنا الشنطة خالص خالص والبطانة بتاعتها وكله تمام. يا رب يكون الموضوع يكون سهل عليكم وتكون الشنطة وبطانتها سهلة. وبإذن الله بإذن الله لو في أي سؤال أو أي حاجة معاكم بإذن الله على طول. تاني حاجة يا جماعة عشان برضو منساش بعد البطانة بنركب الفيونكة سوري الكبسونة دي لو احنا محتاجينها. ممكن تركبيها هنا في النص واحدة وواحدة كده بالخياطة. عشان كده بقى قلت لكم كل حاجة خاصة بالشنطة، كبسونة من الناحية دي وقصدها من الناحية دي كده بالإبرة والفتلة برضو خلاص. وكده يبقى انا خلصنا الشنطة خالص. واي سؤال او استفسار انا معاكم باذن الله. ومعانا بطاين كتير لان موديلات الشنطة كل موديل شنطة يختلف عن التاني. اشوفكم على الف خير باذن الله في الفيديو الجاي. وان شاء الله ان شاء الله كلكم تعملوها بمنتهى الاحتراف ومنتهى الجمال. وعايزة اشوف نتائجكم على الجروب. واشوفكم على الف خير باذن الله في مشاريع جديدة تانية. سلام عليكم.